يا هلا والله وسهلا. السلام عليكم، اسعد الله اوقاتكم كل خير. شلونكم؟ طيبين؟ بشرونا عنكم. الله يتقبل منا ومنكم ان شاء الله صالح الاعمال. الله يبلغنا واياكم ان شاء الله الشهر الفضيل يا رب العالمين. واللي عليه قضاء من رمضان العام يصومه في الايام هذه المباركة قبل يدخل عليه الشهر الفضيل. الله يوفقنا واياكم. بالنسبة للمزارع وللنخيل نرجع لكم على موضوع النخيل. طبعا هذه الأيام أيام تشويك. في بعض الناس عندهم قد لقح ما شاء الله تبارك الله، بعض النخل اللي مبكر قد طلع بدري، فلذلك وقت التشويك لازم يكون عند العامل سطل عشان يشوك منه، يشوك في السطل ولا يملى الأرض كلها شوك، حفاظا على إذا كان عندك أطفال صغار ولا العامل ولا أي واحد يشتغل لازم يحط الشوك كله في سطل، يجمعه ويرجع يجمعه ويرميه برا مضبوط، يحافظ على الأحواض من الشوك، لأنه مثل المسامير يعني دقته مضرة، بتلعب في حسبتك، بتشغلك، دقتها دقة مرة، فلذلك يجمع في السطل ويرجع يكبه في العربية وعلى طول في المكب. الله يوفقنا وإياكم.